أستعيذ بالله من كل شيء قد يمس القلب بخوف أو يترك في النفس وجعا، ومن كل أذى خفي يتسلل إلى الإنسان من حيث لا يحتسب. وكان من بين ما أردد في دعائي دائما أن يعيذني الله من شر طارق يطرق في الليل يحمل معه الفزع بدل السلام، والقلق بدل الطمأنينة. وفي ذلك اليوم، وبينما كنت عائدة إلى منزلي، التقيت جاري السورينامي فألقى علي التحية كعادته، ثم استوقفني بشيء من الحرج، يستأذنني في أن يحتفل ابنه الشاب بعيد ميلاده في تلك الليلة، موضحا أن بعض الموسيقى قد ترتفع وربما يصاحبها شيء من الضجيج. هنأته بالمناسبة ولم أرى بأسا في الأمر، فوافقت مبتسمة ظنا مني أن الأمر لن يتجاوز ساعات قليلة من الفرح العابر. لكن الليل جاء محملا بضجيج لم يعرف الهدوء طريقا إليه. ارتفعت الموسيقى حتى صارت الجدران ترتجف من صخبها، وبقيت أنقلب في فراشي أترقب لحظة سكون لا تأتي. مضى منتصف الليل وما زالت الأصوات تضرب أذني كالمطارق، حتى إذا غلبني النعاس أخيرا دوي طارق عنيف على باب منزلي، طارق كاد أن يقتلع الباب من موضعه. وقفت خلف الباب وقلبي يخفق بعنف، أسأل بصوت متردد: من بالباب؟ فجاءني صوت رجل غليظ مثقل بالسكر والغضب. لم أفهم من كلماته إلا أنه يسأل عن رجل أجنبي لا أعرفه، ويطالبني أن أفتح الباب في الحال. كنت أردد له وأنا أحاول أن أتماسك: لقد أخطأت المنزل، أخطأت العنوان. لكن صوت الموسيقى في الخارج واختلاط الليل بالخوف جعل الموقف أشد رهبة مما يحتمل القلب. لم يكن بيدي إلا أن أمسكت هاتفي وقلت له إنني سأتصل بالشرطة، ومع ذلك لم يبدو عليه اكتراث. ظل يطرق الباب بعنف حتى سمعته أخيرا يتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم يهبط الدرج ببطء ثقيل. رحل الرجل، لكن الخوف لم يرحل معه. بقيت ساهرة حتى الصباح أراقب الباب بعيني وأصغي إلى الصمت، متسائلة: ماذا لو عاد مرة أخرى؟ وحين أشرقت الشمس ذهبت للتو إلى جاري أسأله عن الاسم الذي كان ذلك الثامل يردده، فقال ببرود لا يناسب ما عشته من فزع: لعله أحد أصدقاء أبنائي، وقد أخطأ في العنوان. نظرت إليه وقلت بلهجة لم أستطع أن أخفي فيها امتعاضي: هذه المرة لن أتسامح. لم يكن الأمر مجرد احتفال، بل كان أكثر من 6 ساعات من الضجيج وقلة الاحترام وسوء التقدير لراحة الآخرين. عندها اعتذر الرجل واعتذر ابنه أيضا، وعدت إلى منزلي وأنا أردد في نفسي بصدق لم أشعر به من قبل: أعوذ بالله من شر طارق يطرق بالليل، ومن شر جار لا يعرف لجاري حرمة.